الفيديو اللي قدامك ده لشخص مصري مات هنا من سنتين واندفن هنا في فرنسا. كل الناس بتشهد له بحسن الخلق وإن هو كان كويس جدا، وكان عنده إنسانية وبيقف جنب الغريب والقريب، وكان بيراعي ربنا في كل الناس اللي شغالة معاه، وبيراعي ربنا في نفسه قوي قوي قوي، لأن هو ده الدين وهي دي الإنسانية اللي ربنا أمرنا بيها. وأنا استأذنت أهله أنزل الفيديو عشان يكون عبرة لينا كلنا، وبالأخص عبرة للناس اللي نسيت دينها ونسيت الإنسانية، وبقوا ياكلوا في الناس اللي لسه جاية، وبيغتصبوا حقوق بعض، وبيظلموا وبينصبوا على بعض، وبيستغلوا الناس. شوف الفيديو قدامك عشان تعتبر. الحياة اللي ربنا خلقها قال عنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وقال عنها برضه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمالين نقتل في بعض ونغتصب حقوق بعض وناكل حقوق بعض علشان دنيا لا تساوي جناح بعوضة، تافهة جدا. شوفوا دلوقتي بيحط على التراب خلاص وهيندفن. الفرق بينك وما بينه ايه بقى؟ ان هو كل الناس دلوقتي بتشهد له بحسن الخلق، وكل الناس بتدعي له عشان هو كان انسان كويس جدا وعنده انسانية وبيحس بالناس. يا ترى انت عملت فعلا اللي يستحق ان الناس تفتكرك بكل الخير؟ عملت اللي تستحق لما تندفن في التراب كده الناس تدعي لك؟ عملت اللي انت شايفه صح علشان تقابل ربنا وانت فخور بنفسك وبدينك؟ عملته ولا لسه؟